هنعمل مع بعض توزيعات سهلة وبسيطة بمناسبة عيد الأم. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تدعموني وتشتركوا في القناة علشان نوصل مع بعض ل1000 مشترك بإذن الله. كملوا الفيديو للآخر علشان الفكرة الأخيرة هتعجبكم قوي. يلا بينا نشوف الأفكار. للفكرة دي هستخدم فوم جليتر أحمر، والقلب ده كمان هستخدمه كباترون. هحدد بقى القلب على ظهر الفوم، بعد ما حددته هفرغه بالمقص. بعد كده انا كنت كاتبه كلمه مام على ورق الكلك، هطبعها بقى على الفوم بالشكل ده. هنحدد الخطوط اللي مش واضحه وبعد كده هنفرغ الحروف. بعد ما فرغنا الحروف هنلزق القلب الأحمر في الأبيض، وبعدين هلزق الحروف على القلب الأحمر. هنجيب بقى شاليمو وهنلزق عليها القلب. ممكن برضو تستخدموا عصيان شيش أو عصيان خافض لسان. آخر حاجة بقى عملت الفيونكة دي من خيط الخيش وهلزقها تحت القلب كده، وممكن برضو تعملوها من الستان أو أي نوع خيط متوفر عندكم. بس كده هي خلصت. فكرتها سهلة وبسيطة وألوانها مبهجة، جربوها وقولولي ايه رأيكم. الوردة دي سهلة وجميلة هتعجبكم قوي. قصيت مربعات من ورق الكانسون بألوان مختلفة، أي نوع ورق هينفع في الفكرة دي. وبالقلب ده كده هنحدد بيه على الورق كله. بعد ما حددت القلب على الورق هنفرغ بقى القلوب دي كلها بالمقص. بعد كده هنرتب الأربع قلوب كده، وقصيت دايرة من الورق بلون مختلف عنهم وهلزقها في النص عليهم عشان تكمل الوردة بتاعتنا. واكتبوا بقى على الدايرة أي مسج تحبوها. هجيب بقى شاليمو لون أخضر وهلزق عليها الوردة، والقلوب الخضرة دي كده هلزقها هنا كده. وبس كده خلصنا. عملنا وردة سهلة وبسيطة مش هتاخد معانا وقت خالص. التوزيعة دي سهلة وبسيطة هتعجبكم قوي. هنجيب ورقة مقاس 15 في 15 سنتي وهنطبقها بالنص كده، بعدين هنفتحها وهنطبقها بالنص الناحية التانية.
بعد كده هنفتحها وهنطبقها مثلث بالشكل ده، وهنكرر نفس الخطوة في الجنب التاني. بعد كده انا طبقت الورقة كلها على بعض، هتبقى شكل المثلث كده. هنرسم بقى عليها نص قلب وهنفرغه بالمقص. كده خلاص الكارت بتاعنا اتعمل. افتحوه بقى واكتبوا المسج اللي تحبوه فيها. وعملت القلب الابيض ده وهلزقه عليه من بره. بعد كده هجيب شاليمو هثبت عليها القلب. وعملت فيونكة من الستان وهلزقها تحت القلب كده. بتتفتح معاكم بكل سهولة بالشكل ده. جربوها وقولولي ايه رأيكم. هنجيب ورقة A4، استخدموا اي نوع ورق متوفر عندكم. هنبدأ بقى نطبقها كده 1 سنتي لقدام و1 سنتي لورا. فاكرين الهواية اللي كنا بنعملها زمان؟ هي فكرتها زيها بالظبط. بعد كده اما طبقنا الورقة كلها هنجيب بقى قطعة فوم، وبالوردة دي هنرسمها على ظهر الفوم وهفرغها بالمقص. وعلى فوم اخضر هنرسم ورقة الشجرة وهنقصها. انا قصيت الدايرة دي وهلزقها على الوردة كده. هنجيب بقى شاليمو اخضر وهلزقه في نص الورقة كده. بعد كده هلزق عليه الوردة. وبشريط الستان هربط الورقة وهعمله فيونكة كده. واخر حاجة هنثبت ورقة الشجر وبس كده خلصت. لو عجبتكم الفكرة ما تنسوش تكتبولي رأيكم في الكومنتات. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد هعمله بإذن الله.